لو انت زيي مش مؤمن بنظرية التطور فخليني اصدمك النهاردة واقول لك ان جسم الانسان فعلا بيتطور. سنة 1859 ظهرت نظرية التطور لعالم الاحياء تشارلز داروين، واللي قال فيها ان القرد هو اول شكل للبشر وجميع الكائنات الحية بيشتركوا في اصل واحد. ناس كتير وقتها ولحد النهاردة رفضوا النظرية، وطلعت ابحاث كتير بتشكك فيها وابحاث تانية بتثبت صحتها. الجديد بقى ان العلماء اكتشفوا ان البشر دلوقتي بيمروا بتطور جزئي واضح جدا، ومن خلال الدراسات اكتشفوا كذا حاجة. رقم واحد ان فك الانسان بقى اضعف واصغر، وده لاننا بقينا ناكل اكل مطبوخ وطري، فالفك ما بقاش محتاج يشتغل بقوه زي زمان. رقم اتنين شكل الوش بقى اقصر ومساحه الفك قلت، وده خلى ضروس العقل ما تلاقيش مكان، وعشان كده في ناس بتتولد من غيرها اصلا. رقم ثلاثة والغريب انهم اكتشفوا اطفال مولودين بعظم زياده في رجليهم ودراعهم، ده غير وجود اطفال عندهم شريان اضافي كامل في الدراع، وبعض الحالات لقوا زي فجوه صغيره في العمود الفقري او عظمه صغيره في الركبتين. يعني ببساطه نقدر نقول ان جسم الانسان مش ثابت، ومع كل جيل جديد بيحصل تعديل، تحسين او حذف الحاجه ما عادتش مناسبه. وده يخلي السؤال الحقيقي هو هل فعلا الانسان بيتطور؟ اكتبوا رايكم في التعليقات.